الفيديو ده مهم قوي للناس المهتمية بحجم الزغاليل. عايز تمسك زغلول كده تلاقيه ما شاء الله كاسي لحم كاسي لحم، الصدر بتاعه من تحت بصوا كده، بصوا معايا مليان لحم. شايفين؟ استنى اهو، ده لحم، ده كله لحم. وكمان الكاميرا مش مبينه يعني. بصوا يعني ايدي مش قافله من كبر الزغلول عليه. تمام. ده برضو اهو، بصوا كده. هقول لكم السر وكل حاجه، همشي معاكم واحده واحده. حتى الزغاليل الاصغر بصوا، شايفين اللحم عامل ازاي؟ شايفين ده؟ استنى اثبت الكاميرا. شايفين ده كله لحم اهو. لما يطلع دول لسه صغيرين. شايف؟ ماشي اهو. طبعا انا هنا مساعده، يعني مش هقول لكم ان ده تاكيل اهالي بس، لا انا مساعده. طب انا هقول لكم مساعده بايه. ايه المشكله اساسا لما تلاقي الزغاليل ناشفه معاك؟ المشكله ايه؟ لازم تفهم صحه زغاليلك من صحه اهاليهم. يعني لو الاهالي فيها مشكله بتنقل المرض او المشكله اللي عندهم للزغاليل. تاني حاجه مهمه قوي خاصه في الشتاء، التدفئه. هتقولوا لي ايه ده ما انتي مربيه في الطل اهو، يعتبر مش مدفيه الحمام بتاعك. انا زي ما قلت لكم، انا اولا الحمام عندي اتعود على جو البلكونه. تاني حاجه زي ما انتم شايفين مفيش تيار هواء مباشر. هقول المره المليون، الهواء البروده نفسها ما فيهاش مشكله للحمام، اللي فيه مشكله هو تيار الهواء. زائد بقى اللي خادمني في الموضوع، وهقول لكم برضو حجم الزغاليل، يعني خليكم ماشيين معايا واحده واحده. اني انا بطير الحمام. طيران الحمام دوت بيخليه يكتسب مناعه وطاقه ويتاقلم على الجو زياده. ثواني انا خايفه بس اخبط في وشي. ماشي، نفتح لهم ونروح بقى ايه للزغاليل. هما بيلفوا اللفه بتاعتهم. تمام اهو. اطلعي يا عزيزه. هي مش عارفين على بصوا استنى، هيبانوا دلوقتي. شايفينهم؟ استنى هيبان اهو. هو طبعا العماره مش مبينه اللفه كامله، بس بيلفوا اهو هيلفوا اهو. تمام. هما بيلفوا اللفه بتاعتهم بقى الجميله دي اهي. نروح للزغاليل واقول لكم انا بعمل معاهم ايه. اول حاجه ان انا بتابع مع الاهالي تغذيه كويسه، يعني بقدم، يعني صدقوني بجيب انضف كلفه اهو، فيها كل المكونات، فول وقمح وذره صفراء نظيفه، وذره حمراء وبسله بيضه وبسله خضراء، مكونات متكامله الحمام بيحبها. دي نقطه. تاني حاجه، لما دي زغاليل للاكل، لازم اخلي عندي كيلو علف سمسم احتياطي. لقيت الاهالي ما زقتش كويس او زقت نص، اروح مساعده بايه، بوجبه انا اللي مساعده، مش بحط علف للاهالي. تاني حاجه بقى، انا ما بستخدمش يعني الدواء الوحيد او الفيتامين الوحيد اللي ممكن البعض ما يلاقوهوش هو الجروفيت بلس. ده انا كنت بستخدمه بصراحه، ده ممتاز. الجروفيت بلس ده مستورد، بس بعض الناس مش بتلاقيه. انا استعوضت عنه بايه بقى؟ لان انا بقالي فتره كبيره ما جبتوش. بحاجتين مهمين، خل التفاح قلنا بنديه معاكم كل 4. بصوا الحمام، بصوا استنى اوريكم. شايفين الجمال؟ يعني انا بكلمكم وهو طاير، وفي اللي هو اللي ما طارش بسيبه ما بهشوش. تمام. يبقى خل التفاح العضوي ماشي، والثوم ده مهمين جدا من الحاجات الطبيعيه، الاعشاب الطبيعيه اللي انا بقدمها. وعامله نظام للحمام، يعني ما بحطش قصاده الاكل على طول، لا انا باكل اللي تحتيه زغاليل مرتين بكلفه زي ما قلت لكم متوازنه. ميه نظيفه، يعني اساسك ميه نظيفه، اساسك اكل متنوع، طبعا نظافه. يعني مثلا ايه، اختار يا سيدي، مش هقول لك كل يوم اعشاب عشان برضو ما يعملش اضطراب لمعده الحمام. اختار يومين في الاسبوع، مره خلي تفاح، او كل مثلا ايه اسبوع واسبوع. مش هقول لك لازم كل اسبوع مرتين في الاسبوع، مره خلي تفاح ومره توم بليمون. يا سلام. والنظافه، صدقوني هتاخد احلى زغاليل. انا بتكلم كمان للناس اللي هي بتاكل. بصوا احلى زغاليل هتاخدوها من الحمام. هتلاقي زغاليل متأسسة معاك، لان انت وفرت الاهم الثلاث عناصر اللي هي ايه، التغذية المتكاملة، النظافة،
الفيتامينات وحاجه مهمه كمان، التهويه مهم. يعني الناس اللي مكلفته على الحمام زيادة عن اللزوم ده مش حلو. يعني ما تقفلش على حمامك قوي، اقفل تيار الهواء المباشر ونضف وتعامل، هتاخد منه زغلولين كويسين. مهم جدا في السن ده لازم تفتح بق الزغلول، يعني تفتحه كده تمام. بس انا مش عارفه عشان ماسكه الكاميرا، تبص في اي تجبنات، تبص على عين ده مكان على فكره مكان الاكل، ما فيش اي حاجه. ده مكان كنت باكل، عينيهم زي الفل. تبص على عينيهم تشوف في حاجه ولا لا، في تنفسي عندهم ولا لا، في كنكر ولا لا. متابعتك الاول باول دي اللي بتفرق. اعملوا بس اللي بقول لكم عليه وشوفوا النتيجه وادعوا لي. لو في اي حاجه حابين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اصور لكم فيديو جديد. مع السلامه.